ايه يا استاذ منى؟ والله يا حبيبي، والله العظيم انت حبيبي. بص، كلمني ضابط من الضباط بتوع المحل، عايز يراضيني وبتاع عشان كنا بنتخانق مع بعض كتير. فقال لي على فكره انا جبت لك الملف بتاعك اللي كان في مكتب امن الدوله كله. حبيبي قلبي. فجاب لي ملف وقعد يحكي لي فيه. فالملف بقى انا عايز اقول لك فيه تفاصيل في منتهى الدقه، يعني نشاطي من اول مثلا 2006 بكل الاجتماعات اللي حضرتها بالناس، بقولت ايه بالساعه كام، حاجه بنت كلب كده يعني. وبعدين ثلاث ارباع الاجتماعات دي اللي كان معايا فيها مين؟ نصر. المهم بقى هو كمان عرف يتصرف في ملفين، ملف بتاع وائل اللي هو مساعد حمدي الفخراني، وملف التاني بتاع واحد المخبر اللي كان بيتجسس علينا وبيكتب تقارير بخط ايده. طلع مين؟ ابو ناصر. ابوه. حلو قوي. فضيحه العيال. بص في المحل الحاجات دي ايه. لا انا اصلا من غير ما يعني انا مش محتاج يتقال، العيال اصلا في المحل عايزين نحرق ناصر يا مان. لا ما هو اسمع بس، هو الضابط ده يعني كلمني عن طريق واحد صاحبي، خلاص هو صاحبه. فهو الواد قال لي انت قبل ما تيجي المحل هنكون مصيحين. ايوه بس بقى كده ناصر كان بيقول لابوه. ما هو اكيد. ايوه طب ماشي، طب ما احنا عايزين وظيفه نبعت حاجه الكلام ده نبعتها باسم ناصر عضو الائتلاف. هيتحط على الفيس. ايوه الحاجات دي بالكوبي يعني. شغل بقى زفتاوي وشغل تعابينك وسيطر. ده انا بص انا طرت من الفرع، قلت لازم اعرف الصوفه. قشطة عليك. طب شوف لي ملفي بقى يا منى، عشان انا ملفي في لازوغلي يا منى مش مدينه نصر. كم ولا زغلي لسه ما خلصش.